النهاردة هحكي لكم حكاية أنهار للكاتب أيمن العايدي. وبداية يبدأ أبو عباس وأنهار يتبادلان الضحكات في منزل عباس. تعبر أنهار عن قلقها من علاقتها السرية مع عباس. يحاول عباس طمأنتها، لكنه يعترف بصعوبة إخفاء الأمر عن زوجته درية. تزداد حيرة عباس عندما يفكر في كيفية إخبار درية بزواجه من أنهار. يقطع تفكيره صوت رجال يحيطون به ويسحبونه بالقوة. يجد عباس نفسه مخطوفا في ورشة قديمة. يظهر هانش، رجل شرير يخطط للانتقام من عباس. يحاول هانش تخويف عباس، لكن عباس يظل صامدا. يصل المعلم بتاع الواد هانش، وهو رجل شرير أكثر، ليكمل خطتهما الشريرة. وعباس في قبضة هانش، والمعلم مصيره مجهول والخطر يهدده. الهانش ده اسمه عتريس. الهانش قهوجي تابع للمعلم اللي اسمه شعبان. شعبان يبقي أخو درية. مرات عباس وهو بلطجي وبيعمل كل حاجة بالبلطجة. عباس صرخ في شعبان إنه كده اتأخر في العودة إلى منزله وعن موعده لإعطاء درية دواءها. شعبان لا يهتم لصحة ومرض درية بالقلب، وبيتهم عباس بممارسة الفحش مع الخادمة، وبيضربه ويهدده بكشف سره للدرية. عباس يكذب على شعبان ويقول له إن الخادمة هي حماته، وهو في الحقيقة بيكتم سر أنهار خوفاً على صحة درية، والسر بتاع أنهار ده هنعرفه بعدين. لكن هيتعرض للابتزاز من قبل شعبان، ويهدد عباس بكشف سره للدرية إذا لم يطيعه. عباس من جواه يشعر بالذنب والخوف على درية، فهيستسلم لشعبان اللي هيستغل ضعف عباس لابتزازه أكتر، في حين إن درية لا تعرف شيئاً عن حقيقة ما يحدث. عباس كده في موقف صعب، فهو مجبر على إخفاء الحقيقة خوفاً على صحة درية، بينما يتعرض للابتزاز من قبل شعبان، وشعبان يمثل خطراً على عباس ودرية أخته وهو لا يهمه. أنهار تستيقظ على هاتف من درية قلقانة على عدم عودة زوجها عباس من العمل، ولكنها تتعجب أن صوت أنهار كان شبابيا، فتتظاهر أنهار بأن ابنتها هي من أجابتها، وتغير صوتها لصوت عجوز عباس يعود منكسر من ورشة الحدادة إلى منزله، ويبدو في حالة سيئة، ليفاجئ أن درية مغمى عليها على الأرضية، فيصرخ من شدة القلق ويحاول إفاقتها ويعطيها الدواء لتستقر حالتها. وقد أصابته حالة من الهلع، وظن أن درية قد توفت. لما استفاقت تلاحظ حالته المزرية، فيتظاهر أنه تم اعتراضه من قبل بلطجية وتمت سرقته، لكنه لا يوافق عليه الذهاب للبوليس، وصرحت له أن اتصالها بأنهار لاحظت أنها تكذب عليها أو تخبئ شيئا. وهنا يصمم عباس بعدما حدث له ولدرية أنه سيعلن الحرب علي شعبان. كان الهاتف يتصل، وكانت المتصلة أنهار. لقد قلقت علي عباس وقررت أن تذهب له ولدرية، ويحدث ما يحدث. أشرقت الشمس، وفي هذا الوقت وهي تغادر تحول الجسد إلي امرأة عجوز، وهي تدرك ما يحدث لها الآن، وهذا هو سرها العجيب. أنهار تتحول لامرأة عجوز تعمل خادمة في النصف الأول من اليوم لدي درية وعباس، وفي الليل تتحول إلي شابة متزوجة سرا من عباس، وعباس يحمل هذا السر داخله، وشعبان بات يشكل خطرا عليه وعلي أنهار، وقد يسبب انكشاف هذا السر إلي الإضرار بصحة درية. لو عاوزين تعرفوا ماذا حدث بعد ذلك، تابعوني أو اطلب رواية أنهار للكاتب أيمن العايدي.